جبتلكم أسهل وصفة آيس كريم ممكن تعمليها في البيت، ومكوناتها كلها طبيعية ومن الفاكهة. يعني مش بس طعمها خطير، كمان مفيدة جدا للأطفال وهتنفعك في الصيف والحر. وهقولك كمان إزاي تعمليها بخطوات بسيطة جدا وطعم يجنن. أول حاجة هنحط في الخلاط أو الكبة شوية فراولة مجمدة، شوية توت بري، وموزة كبيرة مستوية كويس. نضيف عليهم باكت كريمة 200 ملي، و3 معالق كبار عسل. وطبعا تقدري تقللي أو تزودي حسب حلاوة الفاكهة عندك. نضرب كله مع بعض لحد ما القوام يبقى ناعم وكريمي كأنك جايباه من بره. ولو حابة تتحكمي في السمك بتاعه، ممكن تزودي شوية كريمة أو موز. بعد كده جبنا كوبايات بلاستيك صغيرة وغلفناها بالشوكولاتة من جوه، وبدأنا نصب فيها الآيس كريم. وزودنا على الوش شوية مكسرات بسيطة تدي قرمشة وطعم حلو. وبعدين غرزنا فيها عصاية آيس كريم، ودخلناهم الفريزر كام ساعة لحد ما جمدوا كويس. ولما طلعناهم، قلبنا الكوبايات بسهولة وطلع معانا شكل الآيس كريم زي الجاهز بالظبط. طعمه تحفة، وشكله يفتح النفس. والأهم إنه سهل واقتصادي ومن غير أي مكونات مكلفة. جربيها وقوليلي رأيك في التعليقات.